ده عايدة شو، ودول 2 يعرفوا كل حاجة عن بعض. ازيك؟ ده هاي ازيك؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت عامل مش ايه؟ محتاجين نقول هاي، بس احنا ممكن نقول امتى اول مره قلنا لبعض هاي او سلمنا على بعض او عرفنا هو مبدئيا انت ما درستليش حاجه قبل كده. تمام. كنت بس متأكد بس إنك استقبلتني جيت. اول ما جيت الصراحه. احنا اول ما جيت الجامعه على طول كنت اول حد قابلتني. يعني انت افتكرتني وانا بستقبلك ساعه لما كنت جاي اشتغل، بس نسيت ان انا كنت معيد عليك. لا ما حصلش انك كنت معيد عليا. ماشي. خلينا نقول الحقيقه يعني. انا بحب الانكار الكبير عادي جدا. تمام. يا كتاب! اسالك بقى سؤال، اتفضل. ايه اللي خلاك اصلا تحب تتعامل معايا، مع ان يعني هل لايف ستايل مثلا كان ليه دور ان احنا نتعامل مع بعض؟ نتكلم بقى بجد ولا بهزار؟ لا بجد. ماشي طيب نتكلم بجد. اللي خلاني اتعامل معاك ان انت بتتعامل مع ناس كتير فمحبوب، يعني شخصيتك كويسه. يا نهار ابيض يا نهار آه، ابيض. حب الناس يا اشرف اخويا كنز. الواحد مش عايش بحاجه في الدنيا دي غير بحب الناس. السلام عليكم يا عم غور. طب ايه اكتر او اغرب موقف حصل لك في السي اي سي كان ليه علاقه بلايف ستايل؟ اكتر حاجه انا عارف انه سؤال صعب بس لا خالص، هقول لك على حاجه. هم دايما في ستيريوتايبنج كده عن الصعايده، ان هم صعايده دايما بيصنفوهم 1 2 3. لا انت صعيدي يعني ماشي. لا بحس ان الصعيد دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. خليني اقول لك، بما ان انا اكتر حد ممكن يكون بيتعامل معاك في الجامعه، فانت عندك الحته الصعيدي دي بتظهر في مواقف ممكن تكون اكتر بره الجامعه. يمكن لكن في الجامعه مش يمكن بتظهر شويه. بشكل كبير. لا يعني بحس ان هو كل مقام مقال. خلاص انا برجع مثلا بلد، لا خلاص بقى لازم اقلب بقى عشان الناس في مشكله. انا كمان لو اتكلمت بلهجه غير اللهجه بتاعتهم بيتضايقوا. بتلبس جلابيه يا مصطفى؟ وقت العيد. طيب بما انك انت مزدوج اللايف ستايل دلوقتي، في لايف ستايل صعيدي وفي لايف ستايل ممكن يكون رايح للقاره شويه. بنتك هتعمل ايه؟ اللايف ستايل. بص السؤال ده انا مش عارفه يعني لغايه النهارده، مش قادر اتخيل ان الجيل ده مختلف بجد. اللي هو انت مش انا مش بعرف اتعصب عليه. يعني لما باجي لسه اتعصب ببص لها بس مش قادر اتكلم. يعني مش هعرف، مش عارف اقول لك ايه اللي هيحصل بكره. بس هو اللي انا اعرفه ان انا هبقى شبه عادل امام، مش هخلي حد يقرب لها يعني. عايز تبوظ الجوازه؟ الجوازه بوظت، يلا ادي احنا بوظنا الجواز. تحت انشراح. ده اديتني كام؟ انا اتفاجئت. لا ما انت هتعرف في الاخر. بس اديت لك درجه كويسه يعني. بجد؟ انا سالتك اسئله كتير. أعلى مني؟ انت ما سالتنيش اصلا. ليه بقى؟ ليه شغل؟ قبل ما تشتغل مين اكتر حد كنت شايفه كده رول موديل قدامك اللي كنت عايز تبقى زيه؟ من بره ولا من جوه الجامعه؟ لا جوه الجامعه. من جوه الجامعه كان ممكن شغلي. حلو. شغلي كان اكتر حد بيعجبني شخصيته، يعني ان هو هادي كده ومش بينفعل بسهوله والكلام ده. حلو. فحسيت ان انا كنت يعني بيقولوا يعني ان انا اعصابي هاديه مش بستفز بسهوله. حلو. ايه العيوب اللي انت بتشوفها في المكاتب تانية غير مكاتبنا؟ انا عايز اقول لك ان احنا هنا كلنا صف متعاون. احنا زي ما انت شايف أسرة مع بعضينا. الاعلامي يحترمها، اعلامي بيعمل حساب للكاميرا. يا جدعان افهموني، قلت لكم مليون مرة أنا ما ينفعش أبقى مجرم. هحاول. ما تخافش، الداتا دي مش هتطلع بره. والله العظيم هتطلع جوه. ده استرات والله. ايه يا عم حرام الكلام اللي انت بتقوله ده يا عرب؟ ما تسخرناش يا اخي. انت بتعلق عليا دايما بنص. دايما بيعلق عليا بنص. ريد فلاكس. هو بص، طب ايه ممكن الريد فلاج اللي ممكن نشوفه في الاي اي والمستقبل اللي جاي؟ لا انت كده بقى قلبها محاضره وداخل في الاي لا والله بجد احنا يعني ايه اللي ممكن تخاف منه من الذكاء الاصطناعي؟ بص والله هقول لك حاجه، انا ما عنديش ريد فلاجز مع الذكاء الاصطناعي. انا شايف ان هو حاجه
هي المستقبل، بس الناس عندها تخوف مش مبرر بصراحه. انت عارف انا متخيل ايه؟ هيشيلوك انت خالص ويستغنوا عنك لا. وياخدوا وشك ويركبوا صوتك انا عايز اقول لك بقى ان انا في القصه دي انا عكسك خالص. انا شايف ان هو مش هيستبدل الناس. يعني انت بتقول حاسس ان هو هيستبدلني او هيستبدلك او الكلام ده، بالعكس. الاي اي انت لما تيجي تعمل سيرش عليه او تعمل بحث، لو انت كتبت نفس الحاجه في اكتر من ويب سايت بيجيب لك نتائج مختلفه. فانت بقى شطارتك وذكائك ان انت تكون بتعرف تتعامل مع الاي اي عشان تطلع منه احسن حاجه. يعني مش هيشيلوا وشك ويحطوا مكان لا مش مشكله، ليه لا؟ بس اكيد هيعملوا اي اي يكتشف ده برضه تاني. فلا مش متخوف منه خالص. انا حاسس ان هو يساعدنا مش هيضرنا. مركبين صوتك بقى وانت بتعكس ناس بقى وبتاع لا إله إلا الله. اثبت بقى ان هو بقى مش اي اي بقى، اثبت لا بس بقى. بيبان. بص ذكاء اصطناعي. ام كلثوم ممكن تغني الويجز عادي جدا. عايز اعرف جديد. احضر على بصراحة. صوفيا، مش كان اسمها صوفيا؟ اللي هي المذيعه عشان كانت قرعه. يعني ربنا اداكم كل حاجه تساعدوها في كل حاجه يعني. طب عشان الموضوع يبقى مختلف بس شويه. ايوه بس دي طلعتوها قرعه. باروكه ب 3 جنيه كانت تركب على راسك. هو ليه انت مع الاي اي ولا ضده بصراحه؟ حد بقى يفكرني عليك 1 2 3، حد مش عارف يساعدني في حاجه مثلا، يعني كده محتاج. لا محتاج ناس في حياتي كده. طب ما ايه رايك ممكن عايده شوبه بما انهم شغالين على الذكاء الاصطناعي يساعدوك في القصه دي؟ نفسي. انت محتاج عايده في حياتي، بس عايده الانسان الذكاء الصناعي. انت عايز عايده الذكاء الاصطناعي. يا جماعه كفايه مشاعر بقى بجد، انا هعيط مش قادره. حساسين قوي. يعني خلي بالك عشان انا عارف ان انت راجل متجوز. بالظبط. لا ركز. يعني هتشيل عني انا ومريم كتير بصراحه. انا ممكن اديك بس حلوه الفكره بتاعت البرنامج وخلتني ابتديت اتعرف عليك اكتر واكتر. بجد؟ والله يعني مكانتك كانت هنا هندي يعني ممكن ارجع بقى للدرجات وادي 560 ولا لا يا تانية. احنا الدرجه طالعه من قلبنا بجد يعني، مش ماشي. قصه. شكرا.